أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. لا يسعنا إلا أن نصلي ونسلم ونحن في حملة سوسة فأقول يا مصطفى ولا أنت ساكن موجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، لا حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد في السماء محمد، عند الإله مكرم محمود، قد لامني فيه الكافور ولو درى، نعم الإله عند الله مكرم، يا رب صل على الحبيب محمد. سوسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده، فمن يرضى منكم أن يكون بخيلا، فصلوا على من اشتاق لرؤيتكم وبكى شوقا لذلك. من يسكن فيه وبديه أو أخفيه، هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني
يسكتوا. يا ذا المنة طيحوا عليكم. يا ذا المنة يا ربي، يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق. يا ذا المنة يا ذا المنة يا ربي. نسمع الآن. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لو توكلتم على الله حق توكله ليرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم ترجع بطانا. فقلنا ناخذ هذه الحمله والخير عم على كامل ولايات الجمهوريه من تطاوين الى بنزرت. شفتوا عبر صفحات الفيسبوك انه الشعب التونسي الكل يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايش معنا مغيمه احنا نفيقه، عايش معنا بطريقه عفويه مع المتدين وغير المتدين. احنا حتى في حديثنا اليومي سبحان الله لما الزوز يتعاركوا يقولوا يا ودي صلي على النبي، يا ودي صلي على النبي. لما تعجبك حاجه تقول اللهم صل على النبي. لما حاجه هكا تبت فيها تقول يا محمد احضر. بالتالي عايش معنا حتى من غير ما نشعروا مع المتدين ومع غير المتدين. هذه الحمله اردنا ان بها نجمع بها كل التونسيين متدينا كان او غير متدين، ان نقول ان الشعب التونسي شعب موحد، كما يسعى البعض ان يفرقه الى علماني كافر او الى اسلامي متطرف. كنا تونسيون، كنا مسلمون، ولا نزايد على اسلام احد، ولا نطرد من رحمه الله احد، ولا نزكي على الله احد. بالنسبه لهذه الحمله كما قلت بعض الكرامات انه نفس البرنامج نفس التمشي في كل ولايه، وكاننا نجتمع كل ليله لتحديد نشاط هذه الحمله، في حين نحن لا نجتمع. يعني فريق تطاوين بعيد على فريق تونس، على فريق جابس، على فريق سوسه، ولكن سبحان الله نفس التمشي، نفس المنهج، نفس البرنامج، نفس الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحمله تبرع لها الكبار والصغار. اللجوء بتاع الحمله هذه لو مشينا شركه محترفه ما كلفتونا عشرات الملايين ويقعد يفسر لنا كيفاش لما الشمس تغرب راهو هذا يجي هكا وشنو ويكلفونا 10 ملايين، لكن هذا اللجوء عملوا طفل عمره 5 سنين سبحان الله. الحمله هذه التبرعات اللي جاتها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا مشيت مثلا مطبعه قعدت نحكي معاه وهو قاعد يبكي وانا نفسر له انه نحب نغيروا من عقليه المواطن التونسي. هذه الحمله ليست نصره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول منصور وهو حي وهو متوفى، ولكن نريد من خلال هذه الحمله تغيير عقليه التونسي. لما نضع حديث تبسمك في وجه اخيك صدقه، هذا رساله الى كل التونسيين ان يزيدنا من التشبيه. 8 تاع الصباح على الاقل احنا في تونس العاصمه ما عادش في سوسه يتحل المتروات والكيران، الناس الكل تتحل بعضها. حديث لما نحطوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، زادت كيف دعوه على انك يزينا من القحران وخلينا كلنا احباب. لما واحد يبدا ماشي مهموم يشوف هذا الحديث، لما نحطوا حديث اياكم والظن فالظن اكذب الحديث. يعني لما انت ماشي في الشارع وتخمم في فكره وقاعد جرتك الى سوء ظن كفاك سوء ظن. حبينا من خلال هذه الاحاديث ومن خلال ترتكز خاصه على مواد اشهاريه ان نختصر الحواجز والاحكام مسبقه، وانه المواطن لما يشوف الحديث ينجم يدخل له يعرف انه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله. من ضمن الكرامات نتاع هذه الحمله انه بعض القائمين عليها سبحان الله ومن القائمين ومن رجال الخفاء اللي نشحوا هذه الحمله كان كل يوم يمشي ويجي ويجيب يعني في المواد الاشهاريه هذوما لي بوندرول ولي باش ولي فلاير.
انه فما دخان طالع يغزل السماء يلقى مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما يحبش يذكر اسمه وما يحبش، ولكن قال لي هذه كرامه من كرامات هذه الحمله سبحان الله. البعض ترى في هذه الحمله انه احنا في تونس كنا نمشيو في الشارع، امبارح بركة كنا في شارع حبيب بورقيبه، انه نسالوا حتى العباد على بعض الاسئله تخص حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاش لا تكون معنا نحفزوه ونعطيهم بعض الجوائز، وعلى اساس انه تكون طريقه تحفيزيه حتى ولو جاوب بالغلط نعاودوا نطرحوا عليه سؤال اخر اسهل حتى لين يعطينا جواب صحيح. حتى اللي معايا قال لي انا اخر سؤال نجم نحطه اعطيه يقول لهم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك محمد اعطيه جائزه وكاو. حسيلوا بارك الله فيكم وربي يجازيكم خير، وان شاء الله هذه الحمله راهي بديله خير وهي فاتحه الخير، لن نتوقف هنا وستتواصل الحملات وسنحتفظ وسنسعى الى الحفاظ على هذه المجموعه الطيبه في كل الولايات، وسنسعى الى انشطه تمس التونسي على ارض الواقع، وجزاكم الله كل خير.